السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم راح ندير معكم تشكيله متنوعه، 5 انواع بعجينه واحده، كل نوع بذوق مختلف تماما عن الاخر. وهذه هي الانواع اللي رايحين نديروها. راح تقطع لكم كميه ما شاء الله، يعني بعجينه واحده وانتي تنيتي من قاطو العيد. وشوفوا كيفاش تتكسن بكل سهوله. هنايا درت 250 غرام تاع مرقرين تكون طريه، كاس سكر ناعم، نصف كاس نتاع زيت. خلطوا هذو المقادير جيدا، اما باليد ولا بالضراب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي. بعدها ضفت 3 حبات نتاع بيض كاملين. ضيفوا بالبيضاء الواحدة، كنتوا راحين تخدموا بيدكم ضيفوا بالبيضاء الواحدة وضيفوا بالتدريج. إذا راحين تخدموا بالضراب الكهربائي كامل المكونات ديروهم مع بعضهم وخلطوهم. هنايا ضفت تقريبا 1 ملعقتين صغار نتاع فانيليا، ملعقتين نتاع نشا، ما يعادل نصف كاس نتاع نشا، وتقدروا تستغناو على النشا. هنايا ضفت نصف كاس نتاع فرينة مع كيس خميرة كيميائية، نخلط جيدا. هذه هي الأساس تاع العجينة نتاعنا. ومن بعدها قسموها على حساب الأنواع اللي رايحين تخدموهم. قسمتها على 4، الربع نحيته، وأما الباقي كما راكم شفتوا بديت نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. ومن بعد هذه العجينة قسمتها على 3، كل جزء نكهته بنكهة وحدها. هذا درت له عطر نتاع الليمون اللي راح نديروه بذوق الليمون. ملاحظة مهمة جدا، لازم العجينة تاعكم ديروها طرية، لازم طرية ياسر. هنايا ضفت كمية من الكاوكاو ولا جلجلان ولا كما حبيتو ونخلطها. واما العجينه الباقيه خليتها كما هي. اما هذاك الربع الجزء اللي نحيته على جهه زدتلو الكاكاو وعطر الشوكولا ولا عطر الكراميل اختياري. بديت نضيف الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. ونأكد لكم يا البنات امانه خلوها طريه، ما تنشفوهاش، اذا نشفتوها مش راح تجيكم زينه. هنا فتحت تاع الشوكولا لانه ثمثم تنشف، وطبعتها بهذا الطابع المثلث. واما هذه العجينه ثاني تاع الكاوكاو اللي ضفت لها الكاوكاو طبعتها بهذا الطابع. وما ديروهمش ارقاق، شويه خشنوهم هكذاك باش الحبه تاعكم تجيكم واقفه. واما هذايا اللي كنت درتو اللي درت له عطر الليمون طبعته بهذا الشكل. واما تاع الصابلي نحيت جزء على الجهه والباقي فتحته طبعته بالطابع تاع الصابلي العادي. وباش ما تتلصق لكمش العجينه في الطابع تاعكم ديروه في الفرينه. هنايا تطبعوا هذوك المثقوبين ومن بعد تطبعوا التحتانيين. اما هذيك شويه العجينه اللي قلت لكم خليتها من الصابلي درتها في هذو ليمول تاع الحديد كما راكم تشوفوا، وثقبتهم ونديرهم يطيبوا. هنايا بعد ما طابوا هذول هما كامل كما راكم تشوفوا. هذا تاع الصابلي لصقت كل 2 حبات مع بعضهم بالمربى تاع المشماش. اما تاع الشوكولا هنايا عندي كريمه الزبده ودرت لها من الداخل شوكولا. واما هذا تاع الليمون هنايا عندي لاجولي درت له عطر الليمون. وهنايا درت كريمه الزبده راني دايرتها معكم شحال من مره في الفيديوهات السابقين، ولزقتهم مع بعضهم. نعطيكم افكار وانتم ديروا واش متوفر عندكم. اما هذا تاع اللي زدت له الكاوكاو درت له لصقته بهذيك الكريمه تاع الشاميه كانت عندي هي لصقت بها. هنايا كتزيين دهنت بلاجولي نص، ونص راح نديرو السكر الناعم. درت له الكاوكاو ايفيلي عفوا. وهنايا رش السكر الناعم وعمرتهم بالمربى. خلاص تهنينا من هذا النوع. هذا النوع اللي العجينه زدنا لها الكاوكاو درت لها شوكولا بيضاء. ومن بعد راح ندير لها خطوط بالشوكولا بالحليب وهي مازال ما نشفتش، ونديرها على شكل هكذا كما راكم تشوفوا على شكل هذا تاع الملفاي. اما هذاك تاع الليمون هنايا الشوكولا البيضاء زدت لها ملون الاصفر الخاص بالشوكولا. كما تقدروا تزيدوا لها قطرات فقط من عطر الليمون اذا ما عندكمش الملون تاع الشوكولا. وهذا المثلث هو باين قلاصيتو تاع الشوكولا، والتزيين يبقى اختياري.
وهذوك اللي طيبتهم في ليمون تاع الحديد. هنايا عندي شوية كاكاو، شوية نتاع جاتو، وزدتلها ملعقة صغيرة نتاع مرقارين، وبديت نلمها بمربى المشماش ولا نلموها بالكراميل، تبقى على حساب المقدور نتاعكم. وعمرت الحبات نتاوعي، وأنا من فوق درت لها كاوكاو اللي يكون محمص ومرحي بالقشور تاعو. وهذا هو شكلهم النهائي. 250 جرام مارغرين كانت قطعت لي 50 حبة بالتمام والكمال، أنا كنت صورتهم معاكم في القناة تاعي الأخرى، لأنه الفيديو درته بالتفصيل مو من هنا راني مسرعته، درته في 5 دقائق فقط. جربوا هذه العجينة، أنا أكيد راح تعجبكم. صح تهنيك من قاطو العيد، خاصة اللي يعجزوا ولا عندهم تربية ولا ما مش طايقين، بعجينة واحدة وانتي تهنيتي من قاطو العيد. بلا ما نوصيكم ما تنسوا ديروا اعجاب للفيديو، واذا مش مشتركين في هذه القناة اشتركوا. نقولكم الى وصفات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.